ايه ده؟ ايه ده يا عم الحاج؟ انت بتعمل ايه؟ الغاز في الجنب يا عم الحاج مش هنا. الله. بوحة! بوحة! ابوك مات يا بوحة! مات! 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 انت بتعيرنا ولا ايه يا عم الحاج؟ بقول لك مات يا بوحة! صدق الله العظيم. ما نجلكش في حاجة وحشة. تعالى كن مشكور. ما نجلكش في حاجة وحشة. ما نجلكش في حاجة وحشة. ما انت جيت اهو يا عم الحاج. هم ولاد ابو اسماعيل ما جوش يعملوا الواجب. لا ما هم عملوا الواجب الصبح. قال ايه يا عم الحاج انت كل شويه تروح عامل لي كده وتبص لي كاني جاي من مشوار بعيد. اتكل على الله يا عم مش هنشوف ولدك تاني. ارموه من فوق السطح الراجل ده. ما تيجي نقعد بقى يا بوحة ونتكلم. العزا خلاص وابوك مات واتدفن والحاج ابقى من ماجي. ما يصحش يا جدعان كده تعملوا سؤال لابويا معفن بالحكاره دي. الله محسساني ان ابويا ميت وعنده تسلخات. ما خلاص يا بوحة يا ابن اخويا، عمك همام ما يقصدش. تعالى بقى خلينا نتكلم في المهم. تعال. اقعد يا ابني اقعد. ما تقعد يا بوحة. بسمع بقى يا بوحة يا ابن اخويا، بقى هلا هلا عالجد والجد يلا يلا عليه. واللي ينكسف من بنت عمه ما يجيبش منها خضار. خليك في المهم واسمع الكلام. ابوك سايب لك كتير قوي يا بوح. ده سايب لك لوحدك $500,000 جنيه. نص مليون جنيه. نص مليون جنيه. على رايك يا عم الحاج، اللي راح الله يرحمك يابا ويطرطش الطوبه اللي تحت راسك. بس احنا بقى لينا شويه حاجات في املاك ابوك وعن الاوان ناخدها وكل واحد ياخد حقه بحق الله. بحق الله. بحق الله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بقى هي دي صفة الرحم. ربنا ينفخ في خدكم ويسلخها يا رب بحق جاه المصطفى.